أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع عميق جدا وبيمس كل بيت وكل أسرة. يا ترى إيه هي التكاليف الخفية اللي بتظهر لما الأسرة بتكبر وعدد الأطفال بيزيد؟ يعني هو الموضوع دايما بيبدأ بفرحة وبهجة، بس مع الوقت الصورة بتتغير وبتظهر حاجات كده محدش كان عامل حسابها. طيب خلينا نبدأ بسؤال. هو ده المحور بتاع كل الكلام اللي هنقوله النهاردة. السؤال ده ممكن يبان بسيط قوي، بس الحقيقة إن إجابته هي اللي بترسم مستقبل البيت كله حرفياً. إيه اللي بيحصل بجد لما عدد الأطفال بيزيد؟ في الجزء ده هنشوف إزاي الصورة اللي في خيالنا عن الأسرة الكبيرة ممكن تختلف تماماً عن الواقع اللي بيتكون واحدة واحدة، والمليان تحديات ممكن تكون مفاجأة. في الأول خالص دايماً بنسمع كلمة بركة. البيت بيبقى كله حياة وصوت ولعب، وطبعاً ده مصدر فرحة مفيش كلام. لكن مع الوقت وبشكل هادي جداً ومن غير ما حد ياخد باله، الصورة دي بتبتدي تتغير. الضغوط بتبتدي تتسحب كده للبيت، تتراكم، وفجأة نلاقي الواقع بقى مختلف تماماً عن الصورة اللي كنا راسمينها في الأول. وهنا بقى بندخل على نقطة يمكن من أهم النقط: الضغط النفسي والجسدي اللي بيقع على الأب والأم. ضغط محدش بيتكلم عنه بس بيكبر كل يوم. خلينا نبدأ بالأم. اللي بيحصل للأم مش بيحصل فجأة، لا، هي عملية تدريجية. مع كل طفل بيجي حتة من وقتها لنفسها بتتاخد، حتة من وقت راحتها، حتى اهتمامها بصحتها بيقل. هي مش بتعمل كده بقصد، أكيد لأ، بس هي بتلاقي نفسها دخلت في سباق، حالة ملاحقة مستمرة، بتجري ورا طلبات ما بتخلصش واحتياجات بتتغير وتكبر كل يوم. الموضوع مرهق جدا. والاقتباس ده بيلخص وجع كبير قوي. في وسط الدوامة والملاحقة دي كلها، العلاقة بين الزوجين نفسهم بتدخل في مرحلة خطيرة. مش إن الحب راح خالص، الفكرة كلها إن الوقت نفسه اللي هو زي البنزين لأي علاقة اتسحب تماماً، ما بقاش فيه أي مساحة ليهم هما الاتنين. طيب، ده حال الأم. على الناحية التانية بقى، الأب بيواجه ضغوط من نوع مختلف تماماً. كل طفل جديد معناه مسؤولية مالية أكبر بكتير، والموضوع خلاص ما بقاش أكل وشرب وبس، لأ، ده تعليم ومصاريف صحية ومتطلبات بتزيد وبتتعقد مع كل سنة الطفل بيكبرها. كل ده بيعمل ضغط نفسي رهيب. ودايماً في خلفية تفكير الأب السؤال ده شغال: هو أنا هقدر أكمل وحافظ على نفس المستوى؟ ده بيبقى زي هاجس، قلق ما بيخلص، خوف من إنه يجي يوم وما يقدرش يوفر نفس مستوى المعيشة والدعم اللي بيقدمه. مجرد التفكير في السؤال ده لوحده حمل نفسي تقيل قوي. تمام، لغاية هنا كنا بنتكلم عن الأب والأم. طيب إيه اللي بيحصل للأطفال نفسهم بقى؟ خلينا ندخل في النقطة المحورية دي: إزاي اهتمام الأهل بيتقسم وإيه تأثير ده على الأولاد؟ بصوا على فكرة دي، الطفل الأولاني بياخد 100% من تركيز أهله، كل الاهتمام ليه وحده. لما بيجي الطفل التاني الاهتمام ده بيتقسم على 2، مع التالت بيتقسم على 3، وهكذا. طبعا دي مش حسبة بالورقة والقلم، أكيد لأ، بس هي بتورينا فكرة مهمة جدا: إن التركيز نفسه غصب عن أي حد لازم بيتشتت. وهنا بقى لازم نركز قوي في النقطة دي. النتيجة مش إن الحب بيقل، الحب زي ما هو ويمكن بيزيد. اللي بيحصل إن التركيز هو اللي بيتشتت. يعني الأب والأم بيحبوا كل ولادهم، دي مفروغ منها. المشكلة الحقيقية في التركيز، نصيب كل طفل من الاهتمام الفردي، من إن حد يقعد معاه لوحده ويتابعه ويفهم شخصيته. النصيب ده بيقل. وده بيخلينا نفرق بين نوعين من التربية. النوع الأول هو مربي العيال، وده اللي بيتعامل مع الولاد كلهم على بعض كأنهم مجموعة واحدة، بيوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومدرسة وخلاص. النوع التاني بقى هو مربي كل طفل كفرد، وده بيركز مع كل طفل لوحده، بيفهم نفسيته، بيكتشف مواهبه، بيرعى شخصيته اللي ملهاش شبه. وده طبعا بيحتاج وقت ومجهود وتركيز مش طبيعي. طيب، خلينا نبص على الصورة من فوق شوية. الأسرة دي مش مجرد أب وأم وشوية أطفال عايشين مع بعض، لأ، هي عاملة زي نظام سيستم متكامل، كل حتة فيه بتأثر في الحتة التانية. السيستم ده ليه أركان أساسية: الأم والأب والعلاقة اللي ما بينهم والأطفال. وأي ضغط زيادة بيقع على ركن واحد بس منهم بيهز السيستم ده كله، بالذات العلاقة بين الأب والأم. دي عاملة زي عمود الخيمة، لو اتهز الخيمة كلها بتقع. وكنتيجة مباشرة للضغط ده كله، البيت نفسه طبيعته بتتغير. بعد ما كان مكان للراحة والهدوء، بيتحول لمكان تاني خالص، بيبقى عامل زي ورشة أو مصنع شغال 24 ساعة. حالة تشغيل ما يتفصلش، بتسحب طاقة كل الناس اللي عايشة فيه. والحقيقة إن أخطر حاجة في الموضوع كله
هي دي، إن الأسرة مع مرور الوقت تبتدي تتعود على حالة الإرهاق والفوضى دي، يبتدي ده يبقى هو الوضع الطبيعي بالنسبة لهم، خلاص هي دي حياتنا. بس الحقيقة إن ده مش الطبيعي، الطبيعي هو السكينة والتوازن، مش حالة استنزاف الطاقة اللي بتنتهيش دي. طيب في آخر جزء معانا خلينا نغير طريقة تفكيرنا في الموضوع ده خالص. بدل ما نركز على العدد خلينا نركز على الجودة، على الكيف. يعني خلاصة الكلام كله إن الموضوع مش موضوع عدد أطفال. السؤال مش إحنا معانا كام طفل، السؤال الحقيقي هو هل عندنا القدرة على الاحتواء الحقيقي؟ هل فعلا في طاقة نفسية ووقت كافي إننا نحتوي كل فرد في الأسرة دي نفسيا وعاطفيا؟ وده يخلينا نسأل نفسنا شوية أسئلة بصراحة. أولهم، هل الأب والأم عندهم وقت كافي لكل طفل؟ مش وقت جماعي، لأ، وقت لكل طفل لوحده، وقت للكلام معاه، لمتابعته، للاهتمام بتفاصيله هو وبس. والسؤال التاني، وده دايما بيتوه في الزحمة، هل في أي مساحة فاضلة للزوجين نفسهم؟ هل في وقت للعلاقة اللي قايمة عليها البيت ده كله؟ لأنه لو الإجابة لأ، يبقى أساس البيت نفسه في خطر. ونيجي للسؤال الأعمق يمكن، هل في طاقة نفسية باقية لإدارة البيت؟ ولا يدوب الطاقة دي بتكفي لتشغيله؟ في فرق كبير قوي بين إننا ندير بيت، يعني نهتم بنفسية اللي فيه، وبين إننا بس نشغله، يعني نعمل المطلوب مننا كل يوم وخلاص. في الآخر وبعد كل الكلام ده بنكتشف إن السؤال اللي كلنا بنسأله لبعض ده سؤال سطحي قوي. السؤال مش عندك كام طفل، السؤال الحقيقي، السؤال المهم بجد هو كل طفل نصيبه قد إيه من الاهتمام الفعلي، نصيبه من التركيز، من المتابعة الفردية، من الاحتواء الحقيقي. ده سؤال يخلي أي حد فينا يعيد حساباته كلها من الأول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير.